صوت قاوم. الو. الو، صباح ايوه. استاذ وليد. اهلا اهلا. حنان معك. اهلا ست حنان، كيفك؟ ماشي الحال، انت كيفك؟ انا منيح الحمد الحمد لله. لله. طيب يلا بلش تريح هلا شوي كلمتين. على بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، انت كونك كفلسطيني شو بتقول؟ اول شيء بمناسبة اليوم العالمي للشعب الفلسطيني بوجه تحية اول شيء للأسرانا بسجون الاحتلال، وبقول انه مهما الظلم اشتد على شعبنا الفلسطيني ننسى، وداخل فلسطين لابد ما يجي يوم وتفرق الشمس، شمس الحرية. انا كفلسطيني عندي هم. اذا بحكي لك يمكن تقولي غريب، شو هو الهم؟ انا عندي هم اني اموت بالمنفى. انا رغبتي اني ارجع لبلدي، لفلسطين، ارجع لعكا، مش لاي بلد ثاني، مش لاي قريه ثانيه، وهذا حق طبيعي. كل قوانين العالم بتأيدني بهذا الشيء، لكن مشكلتنا امام الوضع العربي الراهن، الوضع العربي القذر اللي عم نعيشه. اعتقد ان الموضوع بعده مطول شوي، لكن رب العالمين وعدنا انه نحن كشعب فلسطيني رح نرجع لارضنا، وشعبنا رح يرجع، وربنا مع المظلوم ضد الظالم. بمناسبة هذا اليوم بوجه التحية للدولة اللبنانية اللي استضافتنا 66 سنة، 66 سنة استضافتنا، بصراحة ضيافة طولت. نحن هاي لسان حالنا كفلسطين. اولا انا بسجل موقف كفنان فلسطيني وكنائب رئيس الاتحاد العام للفنانين الفلسطينيين بلبنان. انا ضد التوطين، انا بدي ارجع على وطني، لكن بين قوسين اسمحي لي، بلبنان انا اتمنى ان يتم معاملتي كانسان. حقي الطبيعي اني اعيش بكرامه، حق الطبيعي انه الاقي فرصه عمل، حق الطبيعي انه اكون عندي ضمان صحي، حق اني اعيش بكرامه الى حين باذن الله عودتنا لارضنا اللي هي فلسطين، اللي هي حتى هذول الكلمتين مسجلين بالقران الكريم، اللي هي ثلث وطين، هي من ثلث وطين. فلسطين هي كلمة مقدسة، هي أرض الأجداد، هي أرض الأنبياء، هي أرض الرسل، هي أرض الرسل للمسيحيين وللإسلام. كنيسة القيام هي أهم معبد لكل المسيحيين في العالم موجود في القدس، وأهم مكان مقدس للإسلام هو المسجد الأقصى. فاللي معنى بتحرير فلسطين بهذا اليوم بقول بهذا اليوم التضامن لمعنى تحرير فلسطين ليس فقط الفلسطينيين وحدهم، بل كل الأمة الإسلامية، كل الأمة العربية، كل القوى المناهضة للظلم وللاضطهاد وللعبودية. انتهى عهد الرفض. آن الأوان لشعبنا الفلسطيني أن يعود إلى أرضه. هاي القضية الاستثنائية هي قضية فلسطين، هي الهم. وأنا بسجل شكر اليوم لواحد من السياسيين اللبنانيين اللي سجل موقف قال أنا ضد التوطين، لكن أنا مع حق الشعب الفلسطيني إنه يرجع لأرضه ولوطنه. أنا بشكركم كثير على هذا اللقاء، وأملنا إن شاء الله هذا الموعد يتجدد على أرضنا الحبيبة فلسطين. ان شاء الله استاذ وليد، ان شاء الله بترجعوا يا رب. إن شاء الله. شكرا كثير لك. شكرا لك. صوت قاوم. هنا لبنان العربي، صوت الجماهير الشعبية.